نسمع حاجه ممكن بقى. نسمع عبلة وعنتر. عبلة وعنتر. بس عبلة وعنتر في القرن ال21. في القرن ال21. على قصة أجمل حبيبين يا ما سمعنا زمان حواديت، على عنتر عبس المغوار فارس شاعر عالي الصيت، وحبيبته عبلة الأمورة أصل وعز وعيلة وبيت. بس خلاص الحال اتغير، شوفوا معايا وقولوا يا ريت. عبلة بتصحى الساعة 12، عندها بعد الظهر عيادة، وقالت له حضر لي فطاري والغدا برضه زي العادة، وما تنساش يمكن اتأخر جهز أكل لسوس وغادة، وإن معرفتش تعمل حاجة انده للست أم حمادة. ما هي عبولة بقت دكتورة زي الشوك في الورد لطيفة، وسي عنتر قاعد في البيت بيدور مش لاقي وظيفة، عايز واسطة عشان يتعين وما فيش عنده ولا تعريفة، علشان يدفع له المعلوم وجيوبه زي الصيني نضيفة. عنتر واخد أعلى شهادة بس الدنيا معندة معاه، مرة يلاقي و20 لأ شغلة في أي مكان يلقاه، علشان كل وظايف الدنيا طالبة مؤهل مش وياه إنه يكون أمورة وحلوة وشعرها في الكوافير عاملاه. رجعت عبلة بتشخط فيه، لسه الأطباق مش مغسولة ولا خلصت غسيل ولا غيره ولسه هدومي كمان مبلولة. دخلت جوه المطبخ شافت إن البامية مش معمولة، راحت نادها انت يا نيلة هي ايديك الاتنين مشلولة. وقعد عنتر يندب حظه وهو بيغسل في الملايات، بيقول فين ايامك فين، يتحسر على كل ما فات، لما الراجل يدخل بيته تقف العيلة بحالها ثبات. ده الستات اصبحوا رجالة والرجالة بقت ستات. يا ربي. احنا لا عايزين كده ولا عايزين كده. محمد، انا بختم اللقاء، يهمنا قوي نعرف الناس توصل لك ازاي عن طريق النت، اللينك بتاعك ايه؟ انا في الفيسبوك محمد ابو العز. محمد ابو العز. محمد MOHAMED ابو العز ABOELEZZ او ابو العز بس. جميل. انا بشكر الطبيب البشري والكاتب والشاعر محمد ابو العز، ومزيد من التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليكم، واشكرك على الفرصه دي. شكرا. مشاهدينا الى هنا نصل